جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. قهوة النشاط. قهوة النشاط هي القهوة اللي ناسها ما عندهمش جهد يعملوا أي نشاط. باختصار من غير ما نلف وندور، قهوة النشاط هي قهوة التنابلة. التنابلة دول كان اسمهم تنابلة السلطان. ما تفهمش ايه العلاقة بينه وبين السلطان. هل السلطان كان مصرح لهم بالتنبلة، ولا كان عارف انهم تنابلة ومفيش امل فيهم؟ قال اسيبهم هم احرار في نفسهم. كل دي اسئلة ما نعرفش الجواب عليها. اللي نعرفه ان التنابلة زادوا وكتروا وبقت لهم اعداد ومسامرات واحاديث. هتقولي فين التنابلة، بيقعدوا فين ومقرهم فين؟ الجواب بسيط. التنابلة عادة بيقعدوا في قهوة النشاط. فين قهوة النشاط دي؟ قهاوي النشاط كتيرة. تميزها ازاي قهوة النشاط من القهاوي العادية؟ في مفتاح ممكن يفتح لنا باب السر ده. التنبل هو اللي ما عندوش احساس بالوقت. جايز عنده في البيت يافطة مكتوب عليها الوقت من ذهب، وجايز عنده برواز فيه لوحة بتقول الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. مش مهم الشعارات المكتوبة بالنسبة للتنبل. التنبل الوقت كالشيشة بالنسبة له، يشد منها كم نفس وبعديها يزعق الجرسون ويقول لي يا ابني هات لي فحمتين والعين، الفحم اللي انت جايبه مطفي. التنبل ده ممكن يكون موظف، وممكن يكون تاجر، وممكن يكون تلميذ. مش مهم بيشتغل ايه. لو بيشتغل موظف هيقول لجمهوره واصحاب الحاجات فوتوا علينا بكرة او تعالوا بعد اسبوع. إذا كان تاجر هتلاقي عنده بضايع أكل عليها، أكل الزمن عليها وشرب. مش هتلاقي عنده بضايع جديدة أو متينة أو أرخص. إذا كان التنبل تلميذ هتعرفه من عاداته، يفضل طول السنة يلعب ويجي آخر السنة يذاكر. التلاتة دول، الموظف أو التاجر أو التلميذ، إذا كانوا تنابلة هتعرفهم من إحساسهم بالوقت. هنكتشف ان الوقت بيمر عليهم وهم قاعدين بيتفرجوا على الدنيا، ما بيشاركوش فيها ولا حتى بيبذلوا مجهود ولا بيأثروا في زمانهم ولا بيتأثروا بيه. قاعدين بس في مقاعد الفرجة. اكتر مجهود بيبذلوه هو شد الانفاس من الشيشة. لما عدد التنابلة يزيد في المجتمع، اعرف ان المجتمع ده هيزيد في مشاكله ولا هيعرف يطلع منها. مش كده ولا ايه؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس.